من كان يعلم أن كوكبا قد خرج عن مداره من بغداد حتى وصل إلى مدريد ليتوهج هنالك شعرا ونثرا وترجمة وألقا ليجود علينا بنيازكه رغم بعد المسافات. ونحن اليوم وجها لوجه مع هذا الكوكب الذي لا يعرف الراحة إلا بالتوهج والتمرد والإبداع. معنا في هذه الليلة الأدبية المفعمة بالإحساس النسوي العذب، مبدعة تفاصيلها تشبه أميرات الحكايات القديمة، وأحلامها دافئة كوطن آمن تحيط به النعم من كل الجهات. هي كاتبة من الطراز الأول، لا تتصنع في نصوصها ولا تتكلف، بل تكتب بكل مشاعرها، مما يجعل نصها يعانق الوجدان ويلامس شغاف القلب. نتاجها الإبداعي هو جوهر كيانها وموضوعاتها. هي وليدة الحياة، وهي الأنيقة في اقتناء الحرف والإحساس به، فلا غرابة في ذلك، فهي حفيدة شبعان وعشتار ونازك الملائكة. نعبر في قصائدها من مدن الدفء إلى مدن الثلج، وتنمو الأحلام على شواطئ قوافيها. رغم غربتها، لكن الوطن كان حاضرا في مآقيها وكتاباتها، فطرزت حبها له بقصائد انسابت منها معاني الشوق والحنين إليه. فهي تنام وتصحو على اسم العراق، الشعلة المتوهجة في قلبها رغم بعد المسافات، تتألم لألمه وتفرح لفرحه. فهي تقتني حروفها وكلماتها من قيثارة الحب السومري لتنثرها على أرواحنا كالورد والنور. معنا اليوم الكاتبة والمترجمة المبدعة طاهرة عبد اللطيف، الشمس البازغة في سماء الشعر والقصة والمسرحية والمقالة. فهي الأكاديمية العراقية الأسبانية المبهرة عطاء وإبداعا وجمالا. فهي ضيفة هذه الليلة في هذه الأمسية الشعرية. حقيقة آه، وقفت عند السيرة الذاتية العبقة لضيفتنا الكبيرة، فوجدت أنها مبدعة مبدعة، لا أعرف أين أقف عند هذه المحطات. فهي الناشطة في مجال حقوق المرأة، فهي من أبرز الشخصيات النسوية العربية الثقافية في العراق وفي أسبانيا وفي الوطن العربي. أيضا أضاء نجمها في أسبانيا بما قدمت من منجزات إبداعية تمثلت في تقديم المحاضرات والندوات وترجمة المؤلفات الأسبانية إلى العربية كسماء متشظية والغابة الضائعة، وتأملات حول قرطبة في القرن ال21 والتراث الأندلسي في المكتبات الأسبانية، وغير ذلك من المؤلفات، فضلا عن مجموعاتها الشعرية كلي منزل هناك وحرب تتعرى أمام نافذتي وتأملات بوذية. وهذه كانت أيضا، وهنالك مسرحية كرسي على الحدود، وبغداد شرح في خارطة العالم نصوص باللغتين العربية والإسبانية، وامرأة على حافة العقد قيد النشر، وفلاشات معتمة وهي نصوص منثورة في الصحف والمجلات. لها دراسات كثيرة منشورة باللغة الإسبانية: كتاب الرجم، دراسة في المرأة والمجتمع والإسلام، بحث دراسات في الشعرية والأدب الشعر العربي، فصل في مشكلة العنف في الأديان التوحيدية الثلاث وموقف الإسلام منها، أيضا فصل عن النساء في الإسلام، قراءة تأويلية جديدة للنصوص القرآنية، وفصل عن النظام العشائري في العراق وأحوال النساء في ظل الاحتلال الأمريكي. كثيرة هي الدراسات التي تناولتها ضيفتنا المبدعة، وأيضا حائزة على أفضل كتاب مترجم في العراق عام 1993 عن ترجمتها لمذكرات الشاعر الأسباني رافائيل البرتي عن الغابة الضائعة، التي كانت صادرة عن دار المأمون للترجمة والنشر في بغداد. وأيضا حازت على الميدالية الذهبية لعام 2017 للمنتدى الثقافي العربي
الأسباني بمدريد عن مجمل نتاجها الأدبي والترجمة، حائزة على دروع وشهادات وتقديرية من هيئات رسمية ومؤسسات ثقافية وإسبانية. حقيقة لو وقفت عند هذه السيرة ربما نحتاج إلى ساعات. سيرة ما شاء الله حافلة وزاخرة وجميلة، وأنا فخورة أن يكون اليوم بصحبة المبدعة الأستاذة باهرة عبد اللطيف. أهلا وسهلا ضيفتنا الجميلة في هذه أهلا الأمسية. أهلا ومرحبا بكم. شكرا جزيلا عزيزتي دكتورة وسام على هذا التقديم السخي. أنا يعني لا أعرف كيف أرد على كلماتك الطيبة. أشكرك من قلبي لاحتفائك بي، وأشكر كافة الحضور، وأشكر بطبيعة الحال الدكتور علي الخالدي رئيس الرابطة، لأنه هو الذي اقترح علي فكرة الندوة وبعد ذلك تسلمتها أنت، وأشكرك جدا وأشكره على هذه الدعوة الكريمة. شكرا لكم. شكرا شكرا. شكرا شكرا لك عزيزتي أستاذة شكرا. باهرة. أستاذة باهرة، يمكن أن أبدأ حديثي الآن معك وأتحدث عن المرأة، وأنت نعم. مثال للمرأة العربية المبدعة في عملها الإنساني والعلمي والتأليفي كما يقال. ألفت كثير من المؤلفات وكذلك الترجمة. هذه المرأة التي كان لها حضور براق كما أرى في نتاجك النثري والشعري، ولعل أبرز الدواوين الشعرية التي أفردت مساحة واسعة للمرأة هو كان ديوان أو المجموعة الشعرية امرأة على حافة العقل. نعم. هذا الديوان الذي حينما استوقفني العنوان ووجدت بأن امرأة على حافة العقل، نحن نعلم بأن المرأة بطبيعتها هي عاطفية، وفي بعض الأحيان تكون عقلانية، ولكن متى تصل المرأة إلى حافة العقل؟ وما الذي دعاك أن تسمي هذا الديوان بهذا الاسم، امرأة على حافة العقل؟ هل هنالك نساء وصلن إلى هذه المرحلة ومن تقصدين؟ وإذا أمكن يكون هنالك نص من الشعر. أولا أشكرك كثيرا على هذا السؤال. ديوان امرأة على حافة العقل، هو الحقيقة أنا أريد أن أقول إنها في قلب العقل، لكني أريد أيضا أن أشير بشكل أو بآخر إلى من يعتقد أنها أقل عقلا من الرجل، أو كما يقال دائما أنهن ناقصات عقل ودين. فأنا أردت في الحقيقة العكس من هذا، وهذا ما تقوله كل النصوص الشعرية التي يضمها هذا الديوان. وهذا ما يعني سوف أقرأ ربما بعض النصوص لكي تطلعوا على ذلك. ومن ناحية أخرى أيضا، أنا لا أؤمن أن مسألة المرأة أكثر عاطفة من الرجل أو الرجل أكثر عقلا من المرأة. هناك إنسان بغض النظر عن جنسه، رجلا كان أم امرأة، وممكن أن يكون قاسيا أو صلبا أو حنونا أو رقيقا. كل إنسان محكوم ببيئته، محكوم بجيناته الوراثية، وأحيانا أيضا البيئة الاجتماعية ممكن تضغط على النساء أكثر في هذه الحالة، فممكن تجعلهن أكثر ميلا إلى العالم الداخلي، إلى الحزن، لكن أنا أؤمن بالإنسان بدون تصنيفات. وأنا يعني مذ قرأت وأنا طفلة مقولة سيمون دي بوفوار أن المرأة تخلق إنسانا أو تصل إلى الحياة إنسانا ثم بعد ذلك تصبح امرأة. كلنا بشر وهذا هو المهم. فلهذا هذا الديوان هو فيه نوع من ليس مماحكة أبدا، أنا لا أحب المماحكة. عفوا أستاذة باهرة، يعني متى تصل المرأة إلى قمة العقل؟ يعني تصل نتمنى. نعم، نعم. تصل المرأة إلى قمة العقل عندما تصل إلى استقلاليتها أولا، وكنت أتحدث معك في هذا الشأن، وأنت تحديدا لك دراسة قيمة في هذا المجال، المرأة والقرار، قرار أو استقلالية القرار، عندما يكون للمرأة استقلاليتها. وهذا يأتي أيضا من اعتمادها على ذاتها، لأنها طالما بقيت محكومة بأن يؤمن حياتها رجلا كان أو أحدا آخر من العائلة، فهي ستكون بالتأكيد ناقصة القرار. ولهذا الاستقلالية تبدأ من الاستقلالية الاقتصادية، وبعد ذلك من بناء الذات. أنا أؤمن أن على المرأة أن تبني ذاتها وأن تسعى لاستقلاليتها، وهذا ما حاولت جاهدة أن أفعله منذ صغري.
وأعتقد أن أفضل طريقة لكي تصل المرأة إلى العقل هو درجة عالية من العصامية، من الاعتماد على الذات، من الثقافة، من الجهد الخلاق الصادق، وعدم الاعتماد على كون المرأة أنثى، لأن هناك أيضا نساء يعني طريقنا في الحياة يمضي من خلال صفة الأنثى فقط، وأنا كنت وما زلت بالضد من هذا. المرأة إنسان ويجب أن تثبت جدارتها في أي مجتمع إن كانت من خلال قدراتها، وهي خلاقة، وهذا أمر لا يناقش فيه أحد. فإذا العقل مرتبط بالعقل مرتبط بالعمل، بالصدق، بالإخلاص في العطاء، وفي العصامية. أنا مؤمنة بها جدا. نعم. اسمحي لي أستاذة باهرة، نعم. أنت تحدثتي في هذا الديوان عن الأم، ويعني نعم. أعطيتي مساحة واسعة للأم في مقاطع عديدة من هذا الديوان، نعم. ومن هذه طبعا أجمل القصائد شق أخضر، وكانت نعم. قصيدة رائعة. وأيضا نعم. ذكرتي المعادل الآخر للأم وهو الأب، وأنا أشعر بأنك حينما نعم. ذكرت الأم والأب أردت أن ترمزي إلى هذه المعادلة الموضوعية في المجتمع. صحيح. نعم. نعم، صحيح. صحيح. كان تعادل، يعني لم تستطيع أن يكون هذا الديوان قائم على نسق واحد وهو نسق المرأة أو الأم، لا، لا وإنما طبعا نسق لا. آخر. فنتمنى أن نستمع لقصيدة عن الأم وقصيدة عن الأب في هذه الأمسية الشعرية. ما رأ... الجمهور بالتأكيد نعم. يعني ينتظر أن يستمع لهذه المقاطع. ما رأيك لو أبدأ أولا نعم، ببعض النصوص الخاصة بالمرأة، الخاصة تفضل. بهواجس المرأة، وبعد ذلك أنتقل، لأن الجزء الأول من الديوان هو هذا مخصص نعم، لهواجس المرأة القوية، ليست المرأة المندحرة ولا المخذولة ولا الكثيرة، لكن نحن المرأة كلنا مع القوية. نعم، ولهذا، ولكن المرأة التي تعاني، لأن هناك قيود كثيرة تفرض عليها ونحن أدرى بها. نعم، مثلا من بين الأشياء التي لفتت نظري أيضا منذ صغري، وعبرت عنها بنص اسمه اعتراف وأسئلة للريح. نعم، لماذا تنتحر في الصباح الأحلام؟ لماذا تتحرر في الليل من وقارها الأجساد؟ لماذا تغيب الشهوة عن صلاة الناسك؟ لماذا تنتهي الرعشة بالسكون؟ لماذا قطع زجاجة الكولا عنق جاري الصغير نبهان؟ لماذا لم ينتحر القائد حين ودعه الإلهام؟ لماذا يصر السياسي القاتل على الابتسام؟ لماذا يقمع الأب الصغير لماذا يقمع الأب صغيرته حين تطاردها أعين الرجال؟ لماذا تخلف الربيع عن بلادي سنين طوال؟ لماذا لا تكف هذه الأسئلة عن شنقي منذ الولادة حتى الآن؟ هذه تساؤلات أعتقد يعني مشتركة. أيضا نص آخر، حقيقة هناك كثير من النصوص التي يعني حاولت أن أعبر فيها عن صراع المرأة المرأة التي مع الواقع، صراع المرأة نعم. مع الواقع نعم. واضح جدا. نعم، نعم، من الواقع، وأيضا من خلال، لكن ليست المرأة المكسورة، المرأة المتمردة المحاربة العنيدة. فمثلا أقول من ديوان امرأة على هامش العقل، نص بعنوان باء، قد أكون أنا وقد تكون أي امرأة تصمت طوال حياتها بسبب طفل لديها أو أطفال لديها، وتحتمل العمر كله لكي بعد ذلك يعني تشعر أن حياتها فرت من بين يديها بسبب كونها أم مثلا. باء، أنا نقطة حائرة ألهث خلف حرف أو كلمة تهبني المعنى، أزحف على هامش الأيام لا أصل إلى المتن أبدا، تقلبني الأيام حينا تضعني أول السطر وأخرى في ختامه، وأحيانا أخرى تمحوني يد طفل بريئة فأسقط في العدم. أعتقد كثير من النساء نحن نعرفهن اضطررن للتخلي عن مشروعهن الخاص بسبب أيضا الأمومة وعدم وجود تسهيلات داخل المجتمع للأمهات العاملات. نص آخر بعنوان ميراث، بلهفة وترقب فضت الصبية خزانة أمها المحتضرة، في قاع الصندوق الأسود كانت ترقد متحجرة رغائبها. نص آخر
يعني فيه إشارة إلى الشخصيات الذكورية في مجتمعاتنا، نعم. وفيها اسمحي استلهمت. لي أستاذة نعم. طاهرة، هل وزعتِ من نفسِك على بعض الشخصيات النسوية في هذا الديوان؟ أشعر بت هنالك. نعم. نعم، نعم ما بالتأكيد. هي ما هي أقرب قصيدة وجدتِ نفسِك هي ربما كانت باهرة في هذه القصيدة؟ والله في كل نصوصي أنا أشعر أني وضعت بعضا من نفسي وبعضا من معاناة شقيقاتي وصديقاتي أستاذاتي، ويعني نساء كثيرات متوزعات ما في هي هذه القصيدة النصوص. التي تمثل وجدانِك؟ ما هي القصيدة التي تمثل سأت وجدان باهرة عبد اللطيف؟ حينما نقرأها نقول إنها باهرة، وأنتِ وزعتِ س- نفسِك يعني في كل القصائد، سأت ولكن هنالك قصيدة ما. نعم. سأتركها إن سمحتِ إلى النهاية، لأني تمام. حقيقةً لم يعني أفكر بهذا السؤال، فاجأتني به، لأني أشعر أن كل نصوصي جاءت وكلها أنا أكتبها بشيء نعم. من إحساس مطلق بالأخرى نعم. يعني. آه، أعود إلى فكرة الرجل ذو العقلية الذكورية، يعني نعم. وهذا موجود في كافة المجتمعات حتى الغربية منها. آه، صورة الدون جوان التي هي صورة كاريكاتيرية لكنه لا يعرفها ولا يتنبه إليها. النص بعنوان لقطة: الراكب اللودعي يرتقي سلم الطائرة متشاغلا بحقيبة تخفي حقيقته، منتهكا بنظارتين وقحتين الأغماد البشرية، باحثا من حوله باستدارة مفتعلة عن أنثى هاربة من ضلعه المعوج، ليقص عليها مغامراته في براري الأزمان، بينما يتعثر من خلفه مذعورا غياب امرأة تغسل الطريق بالدعاء لنصفها المسافر. أنا هذه تؤلمني جدا، لأن فكرة أن النساء عندما يرمين بالماء خلف المسافر زوجا أو ابنا كان، فهي ترمي خلف الزوج المسافر لكنه هو يعني ذهب بإهاب الدون جوان. فهذه من الأشياء التي أنا انتقدتها بكثرة في نصوص كثيرة. أيضا نص آخر فيه شيء من الهجائية الساخرة للذكورية، وهو نص طريف أهديه إلى جميع النساء ومن باب الطرفة ربما. أقول: ترغبني بهية شهية أرقص على إيقاع الوكا وكا. الوكا وكا أغنية انتشرت ل شاكيرا المغنية الكولومبية اللبنانية الأصل، وهي معروفة بغنجها وبرقصاتها الإيروتيكية. فقلت: ترغبني بهية شهية أرقص على إيقاع الوكا وكا، صدى جسد يتلوى بلا كلمات، تحلم بي فانتازيا معولمة تهذي بكل اللغات على أغلفة المجلات الممنوعة خلل شهقات المكبوتين في منزل أوصدت أبوابه ليجتر أيامه بإحكام. تتمناني أنثى محايدة في العالم لا يراها أحد ولا ينصت لواقع أحلامها الذكور، مسربلة بأكفان القبيلة، أتعثر بها وأنهض لأعود وأتعثر وأتلفت بحثا عن يديك تعيناني على الوقوف من جديد كي أكون. وكيف أكون ما بين أنثى الوكا وكا والكائن المتسربل بالخرافة والخوف مسافة معبدة بالقهر والكوابيس وسعير الظنون. هذه بعض النصوص التي فيها جزء من معاناة نعم. النساء. نعم. نعم. جميل جدًا. شكرا أستاذة طاهرة، عزيزتي. يعني أنتِ تمتلكين حس شفاف في التعامل مع المرأة، أنتِ تستوحين هذه الصور الواقعية، وأنتِ لامستِ واقع المرأة سواء كانت العراقية أو العربية. أيضًا نعم. لاحظت مسألة أخرى، هي مسألة أحيانًا تربط الشاعر أو الشاعر المرأة بالمدينة، يعني هذا الأمر ربما هو تقليد متعارف عليه. من خلال قراءتي لديوانِك أيضًا كان لي منزل هناك. مم.
بغداد هذه التي وصفتها بجميلة المدائن، نعم، وصفتها كذلك بأرملة الزمن البهية. نعم، هذه الصور الجميلة. حاولتِ أن تربطي بغداد بالمرأة، نعم. بهذه الجدلية التي يعني ربما أغلب الشعراء. طيب سؤالي، متى تضاء مصابيح ليل بغداد؟ ومن أين نأتي بتلك المصابيح؟ نعم. آه، مصابيح بغداد تضاء بأهلها دائما، جميل. بنسائها ورجالها، بكل نعم. تراثها، بكل ما حملناه من إرث الأجداد. وحتى وأن أعتمت لفترات فهي تعود مضيئة أكثر من السابق. أنا يعني بغداد هاجسي، والعراق يعني متسلطة فكرة الوطن طوال الوقت. أنا منذ قرابة 30 عاما وأنا في إسبانيا، لكن عشقي أمرضني وأورثني العلة. سلامات، سلامات، وقد سلامات. كتبت في هذه المسألة، لأني بقيت لعامين مريضة بالسرطان وكنت أتشافى وأتعالج. يا رب. ونعم، أعرف هذا، ولم يعني حتى لدي نص بوح لا يعني أحدا سواي أتحدث فيه إني لست حاقدة حتى على المرض، لأني يعني هذا الإيقاع من الحياة لابد أن يورث المرض. فيعني هنالك عشق متجدد متجذر بالعراق وببغداد، وقد ذكرتها في نصوص كثيرة هو ربما. واضح هذا العشق حينما تقولين لي منزل هناك، يعني نعم، هذه مسألة التأكيد ومسألة الإصرار نعم، على أن يكون لك مكان في ذلك الوطن. وأن نعم، يعني هذا الإصرار، وهذا ربما الأنا الأنا نعم، الواضحة من خلال عناوين هذه الدواوين أو من خلال القصائد الشعرية نعم، واضحة جدًا. يعني نافذتي لمنزل هناك، يعني كل نعم، هذه تؤكد الأنا التي هي الأنا الواثقة والأنا المتأملة نعم. بغد جميل وأفضل. ماذا تقولين لبغداد؟ نريد أن نسمع أقول قطعة عن المشاعر. آه، آم، لدي نصوص كثيرة، لكن سأذكر أغنية مضيئة إليهم. هذا نص أنا أحبه لأنه إلى أهلي وناسي. نعم. عنوانه: أصدقائي الجميلون، نساء تسيل من أصابعهن وشوشات فرح قديم، فارعات الحزن، ترشح الكبرياء من شرفات أعينهن الفسيحة. أصدقائي الجميلون رجال أكفهم المنبسطة تسند القامات المتعبة، أنهار رفقة باذخة تغسل وحشة الغرباء. أصدقائي الطيبون حبات ندى في ليل تموزي منتش بعطر الشبوي. الشبوي نبتة يعرفها تحديدا أهل بغداد، لأن رائحتها في الليل تعبق في كل الشوارع. إذا أصدقائي الطيبون حبات ندى في ليل تموزي منتش بعطر الشبوي. تبخرت ذات غزو على صبارة تائهة في صحراء تجلد السارين فيها بضفائر الصغار، يحتشد فيها فحيح السماسرة بدعاء الأمهات. أصدقائي المترفون نخلات ورحي ذوت وهي تحاور أشجانها المتعملقة في الطريق نحو آخر خيوط الضوء المحتضر في بلاد البطاريق. أصدقائي المقيمون في أحداق الموت يبسطون عذابهم موائد مترفة للسائلين، يستعينون كل خوف بشجاعة مرتجلة تعين صغارهم على الحلم وقلوبهم على احتمال المحال. أصدقائي النادرون انسربوا مع صفارات الفناء، قفزوا من مفكرة الحروب، ودعوا تقاويمها المبتذلة، واندسوا بخفة بين شهقات ذاكرة تغص كل ليلة بالحنين وتجفل في شروق المنافي، تتلظى ما بين احتضارات الأمس ووعد تأخر في المجيء. يعني هذه خلاصة لكل الناس والأهل في الداخل الله، أحسنتِ، والخارج. أحسنتِ، نعم، لأن أحسنتِ. الكل يعني يعاني ويتألم. جميل جدًا. أما آآ نعم. لا، فقط أردت أن أقول بالنسبة لموقف المرأة أيضا، آه، يعني فكرة اللا امتثال أراها مهمة. فلدي نص بعنوان لا امتثال، وأهديتها إلى صديقة مغدورة قتلت.
أثناء انتفاضة تشرين. أقول: أغزل الوقت صوفا لخرفان قريتي المرتعدة، أقنص حفنة هواء من أزقتها المختنقة، أدخره بحرص مراب في مسام رئتي لساعة غثيان قادمة، أعلب خوفي، أغلفه بحكمتكم المتعالية، أختم عليه بجنوني، هذا ميراثي ولي منه حظ الذكرين، أرده اليوم إليكم وأرتحل، أفارقكم أفارقكم أدين جباها عفرها التقى، أحمل ألم المضيء تعويذة من وجوه سأمحو نظراتها المبتلة بالدم القراح، لحظة أفر منكم حرة إلي. عفوا شكرا. أستاذة ظاهرة، أدين جباها عصفرها التقى، لما التقى وضعتها بين قوسين؟ حطيتها بين قوسين لأن هي حقيقة جباه نعم كاذبة، من يدعي الدين ومن يدعي التقوى والإيمان، فأنا نعم يعني وضعتها بين معترضتين لأنها نعم. جباه كاذبة مخادعة ليست حقيقية. إي نعم نعم. نعم، باسم الدين يعني وادعاء الفضيلة تعمل الموبقات والمآسي في للأسف البلد. نعم، من قبل نعم، البعض. نعم. من قبل البعض طيب. طبعا. نعم نعم بالتأكيد. اسمحي لي أيضا، هنالك وقفة الآن نعم. عند خاصية دواوينك الشعرية. لاحظت أنه مسألة الترميز، أنت مم. تلجئين أحيانا إلى الترميز وأنت يعني في بلد الحريات في إسبانيا. هل هي مم. حاجة فنية أم ضرورة للتخفي أحيانا؟ يعني تلجئين إلى استخدام شخصيات من التاريخ أو من الأسطورة كأشتار وجلجامش وغير ذلك من الشخصيات، ما السبب في ذلك؟ أولا استخدام الرموز الأدبية يعني مسألة مشروعة لأي شاعر، لأنها تغني الناس وتثريه وتحيل يعني حالات تاريخية، وهذه تغني الناس وأنا أحبها. وقرأت الأساطير القديمة وخصوصا الأساطير الرافدينية نعم وأحبها كثيرا، وكذلك الإغريقية، فيعني لا بأس من استخدامها، وخصوصا تلك التي تحمل إرثا يهمنا كنساء. يعني عندما نعم أقول نعم عشتار، عندما أقول أو حتى عندما أتحدث عن جلجامش وأتحدث، يعني هذه أساطير نعتز بها نعم أو رموز. لكن أيضا أنا طبعا أنا عايش في إسبانيا، أنا حرة، لكني وأنا أحيانا أكتب بالإسبانية مباشرة، وأحيانا أترجم هذه النصوص من العربية إلى الإسبانية، أو بالعكس من الإسبانية للعربية. نعم نعم. ولكي يمكن أن تصل إلى القراء العراقيين والعرب، فأنا مضطرة أحيانا إلى أن لا أتحدث يعني وعموما هو الشعر يعني يميل إلى التلميح وليس إلى التصريح، لأنه إذا يعني صرح كثيرا فإنه ينقلب إلى بالتأكيد منشور بالتأكيد سياسي يعني، وهذا ليس هو بالتأكيد المطلوب. نعم. بالتأكيد. نعم. أيضا استوقفتني عدة صور شعرية لنتاجك الأدبي. من هذه الصور حينما تقولين: دقوا أصابع دكتور مم. جارة، نعم ومن نعم. قبله أي. قطعوا يمين ابن مقلة. هذه من قصيدة سلالة، يعني نعم وكأنما هنا أردت أن تحملي رسالة نعم للقارئ، نعم صحيح. وهذه رسالة جميلة، يعني حملتيها بدقة واختصار وإيحاء. صحيح. نعم نعم. أنا ممكن أن تحدثينا عن هذه نعم نعم القصيدة؟ نعم. هذا نص. أولا النضال الإنساني هو نضال مشترك من أجل القيم نفسها، الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والمؤاخاة. هذه قيم إنسانية خالدة على مر العصور، لا تنتمي لنا فقط، وإنما تنتمي إلى كافة الشعوب في العالم. يعني الصورة بين الشرق والغرب، ضربتِ نعم بين نعم صورتين، نعم نعم، بين وكأنما تقولين صورتين. بأن هو العدو واحد. نعم نعم، والمبادئ واحدة، والنضال ضد الأعداء هو نفسه دائما. نعم. وأيضا ونعم ثمة شيء آخر، فيكتور جارا، أنا كنت يعني
قبل حتى ربما أول ما دخلت دراسة اللغة الإسبانية أحببته. كنت صغيرة لأنه كان من ضحايا الانقلاب الذي حدث في تشيلي، في سانتياغو دي تشيلي نعم. في عام 1973 عندما أطيح بنظام الديمقراطي لسلفادور اليندي. فأنا يعني أحبه، وحتى عندما كنت في الجامعة ربما يتذكر طلابي كنت أعطيهم بعض أشعاره، لأنه كان شاعرا ومغنيا وملحنا متعدد الاهتمامات ومخرجا مسرحيا. فعندما كنت أعطي لطلابي وأسمعهم بعض أغانيه، ترك ورد وأماندا، أتذكرك يا أماندا، لو كان بعض طلابي هنا سيتذكرون، كنت أعطيهم هذه النصوص في جامعة بغداد في القسم الإسباني. ولهذا تذكرته فجأة، وتذكرت ابن مقلة يعني من بلدنا ومن أوائل الفنانين في الخط العربي، وفكرت أن مسألة دق الأصابع هي نفسها مهما اختلفت جلاد لكنها هي نفس فهذا كان هو صورة السبب. رائعة كانت، يعني شكرا. صورة جدا رائعة. ممكن نسمع من القصيدة شيء؟ نعم، فقط سأخرجها من الكتاب، لأني الحقيقة لو كنت قد قلت لي، لأن لدي الكثير ولا أستطيع أن يعني أعد كل هذه الأشياء. إذا يصعب أقرأيها إذا كانت لا لديك. إذا أقرأيها يصعب بصوتك. ننتقل إلى سؤال آخر، إذا نعم. ممكن أستاذة باهرة. لا أريد أن نعم. أتعبك في هذه لا ليست الأمسية. نعم، نعم. يمكن أن نستمع إلى قصيدة عن الأم. نعم صحيح. نسمع عن الأم وعن الأب. نعم وعدتيني بذلك. نعم صحيح. أولا هذا الشهر هو شهر حافل بالأعياد، يعني نعرف تماما عيد المعلم وعيد الأم وعيد الربيع وعيد الشعر في 21، وأعياد كثيرة. لهذا كان لابد أيضا أن نخصص اليوم جزءا لأمهاتنا، للراحلات منهن لهن الرحمة والسكينة، وللباقيات على قيد الحياة طول العمر والصحة والهناء. يعني هذا النص، لحظة، هناك نصان. نص أنت تحدثت عنه، أقول العنوان شق أخضر، ربما يبدو غريبا لكني أشير إلى كانت لدينا زيتون، أشجار زيتون في البيت، وكانت والدتي تعمل يعني لنا الزيتون المخلل، فكانت تشقه بأيديها، فأنا سميتها شق أخضر، وكان من أروع أنواع الزيتون، لم أذق مثله أبدا. شق أخضر للفجر وجوه عدة، أولاها لأمي تقبل جبهة الشمس، تمسحها بالأدعية وآيات القرآن، آخرها لها أيضا تنتظر وصول أبنائها، تراوغ موتا يرافقهم بتمائم تبتكرها مع كل خوف، ما بينهما ظل حمامة خبأت في صدر حوش بغدادي هديلها. كانت أمي تعجن بين راحتيها المتعبتين حزنا معتقا، تنسج من حنينها ومن بقايا أفراح خاطفة ثوبا لحبيب غائب، حين أطل هو، أنا أتحدث هنا طبعا عن الدكتاتور، بزيه الخاكي كابوسا ليليا من رصاص، تعرق التلفاز وهو يداعب شاربي الليل معلنا انتصار الموتى، فاهتز الهواء في حجرات الوطن الباردة. تواصل أمي عد أولادها بشفتين متعثرتين، وسبابة مشحوذة راحت تجرح الأعين المنومة، تحث الشعب المسرنم كي يرفع نخب الدم الفوار، يرعف من أحلم آخر شقي في مواخير المجد. ازرعوا أشجار الزيتون فالنصر آت. للمرة الأولى سمعنا قهقهات حمائمنا بينما تغضنت الجباه الشاحبة، وحدها تعد أولادها ككل ليلة، تطرد الأفكار المفزعة بأدعية مرتجلة، صامتة غرست في اليوم التالي 10 شجيرات زيتون. الحرب عقيم، علق الجار المتشائم،
كبرت الأعوام ومعها حزن أمي. في أزمنة الأنين الموؤود كانت تشق بقلق حبات زيتون سوداء وخضراء، تتدفق منها عيون من نعاس وأغان مسهدة، ترسم شفتين مزهرتين لصورة حبيب تتلاشى على البعد. النصر ضل طريقه بين الجثث، غاب الطاغية وأمي أيضا، غياب تحرسه 10 أشجار زيتون ترحل معنا، تهمس ظلالها بأسمائنا في ليالي المنفى الموحشة. هذا هو النص الأول. النص الثاني أحبه لأنه مرتبط أيضا بوالدتي. أقول: في ذكرى غياب سيدتي البهاء وأمهاتنا جميعا الراحلات الخالدات، ولأني يعني في الغربة وهي توفيت، فهذا يبقى يحز كثيرا في النفس. في أحد الآخرين لأنها عطلة إسبانيا والدول الأوروبية، في أحد الآخرين يهمي الحزن على القلب، وتشرق الجدران بصمت له رنين. الروح خبيء في درج الذاكرة، أستل منه حفنة أشواق ودمعة أم راحلة نسيت أن تمسحها عن هدبي قبل المسير. ثوب صباها النحيل معلق في مشجب أبدي، كان بلون حليب تدفق يوم ميلادي، وما زلت ألعق بقاياه كلما اشتعل في باحة العمر الهجير. تغص روحي بعبق له رائحة الجنة وطعم الدارسين هو القرفة، لغياب زين حجرة عرسها، عرس أمي التي لم تزف يوما إلى أبي. يا إخوتي، أتسمعون؟ همهمة شجية من أقصى بحة في القلب تتعالى لأغنية أحبتها بصمت وما سمعناها يوما ترددها. صوت السهارى يوم مروا علي عصرية العيد، أبطأ ركابه وراح يسأل علي عصرية العيد. يا أمنا، يا دفء أعمارنا، جوق الغائبين صلوا مبكرين، مروا عليك صبحية العيد، حملوك وارتحلوا، ووشوشات صغار لبثوا هناك في حجرك وما كبروا، أسيري ذاكرة حبيسة بين دمعتين بحجم كونين ووحشة أيام الآخرين. والدتي توفيت في العيد، وكانت تحب هذه الأغنية التي دائما تغنى في العيد في أول أيام رحم العيد. الله الوالد. رحم رحم الله الله أمهاتنا جميعا. الوالدة. شكرا. حقيقة أنت تبدعين في الصور الشعرية، يعني الصور التي تقدميها من خلال هذه الدواوين فيها مفارقة عجيبة. يعني أنا حينما وقفت في ديوانك الثاني حرب تتعرى أمام نافذتي استوقفتني صورة الحرب، كم هي بشعة نعم وكم هي مخيفة وكم هي، ولكنك من نعم خلال هذا القلم الشعري الذي لديك حولتيه إلى صورة أحيانا أشعر أنها بها نوع من الجمالية. يعني أنت صورت الحرب كأنها كصوت انكسار المفتاح البارد نعم نعم في نعم ثقب أعمى، وصورت الحرب كدمية مقلوعة العينين، وصورت نعم الحرب كغابة ودعتها الجنيات الطيبات. والحرب في نهاية الأمر قلت بأن الحرب هي سؤال أبدي منذ قابيل وهابيل، نعم ربما يعاد طرحه كل دهر، وهذه نعم كأنما حكمة أو كنتيجة توصلتِ إليها من خلال ما نعم كتبتِ عن الحرب. نعم. ما هذه الصور التي كيف استوحيتِ صور الحرب؟ سأقول لك يا عزيزتي، فكرة الحرب أنا يعني تعذبت بها طويلا، ولأن العراق عاش حروبا متتالية، 3 حروب كونية، يعني في منذ 80 إلى 88 مع إيران، ثم غزو الكويت عام 91، ثم الحصار 13 عاما، ثم الحرب الأمريكية الأخيرة والاحتلال حتى اليوم. فإذا هي مرافقة، يعني أجمل سنوات أعمارنا سواء كنا في الداخل أم في الخارج نحن معذبين يعني جميعنا. وكنت أريد أن أكتب شيئا، لكن ماذا سأكتب؟
الحرب يعني تعجزنا جميعا، نكاد لا نعرف من أين نبدأ. هذه تحتاج إلى مؤرخين لا إلى شعراء. ولهذا كنت أريد ولا أعرف. ولكن عندما كنت مريضة وأتعالج وكنت في أسوأ حالاتي، كنت لا أستطيع أن أتحرك. فعندما غاب الجسد وضعف واضمحل وتوقفت، لأني لم أكن أتوقف، كنت يعني أعمل 15 ساعة في اليوم أو أكثر. فعندما توقفت لكأن في الليل، لا أعرف لماذا، كنت كمان يملي علي هذه النصوص. وأنا كنت يعني في أسوأ حالاتي أتألم، كل جسدي يتألم. فلكان أحد ما يوحي إلي اكتبي هذه. وأنا عادة أحتفظ بدفاتر صغيرة جنب يعني رأسي، فكنت أكتب، وفي الصباح لا أدري ماذا كتبت، ويصعب علي أن أفك هذه النصوص لأنها متراكبة، فأكتبها في الظلمة. وفعلا عندما أكملت دفترين وجدت أنها هو هذا الديوان، أسميته حرب تتعرى أمام نافذتي. وتحدثت فيه عن استعارات الحرب. الحرب بوصفها حرب تخص الجميع، حرب الملهم. نعم، حرب الملهم، وقصدت به القائد الملهم. استعارات لحرب المخلص المحتل الأمريكي، استعارات لحرب الضحية، استعارات لحرب المؤمن، الإرهابيين. عدة استعارات، لكنها في المحصلة كلها حروب، والإنسان هو ضحيتها. وتحدثت في النهاية عن أيضا فكرة الحرب على مستوى العلاقات الإنسانية. إذا تريدين يمكن لي أن أعطيك يعني بضعة نصوص سريعة. أقول: الحرب صوت انكسار المفتاح البارد في ثقب أعمى، لحظة رعب، وآخر التفاتة الطريد صوب قاتله. الحرب دمية مقلوعة العينين، عبثا يرسم لهما طفل مجنون ثقبين كي تبصر. أقول: الحرب خوف يلتهم العيون، رعب يغزو الملامح يهشمها ويعيد رسمها، فتتشابه جميعها في المرايا المعتمة. الحرب سؤال أبدي منذ قابيل وهابيل، يعاد طرحه كل دهر بصيغة مضللة، أحدهما بصيغة مضللة كي ينجو أحدهما ويوارى الآخر التراب. نص آخر أحاول أن أختار سريعا من استعارات حرب الملهم. قلت: ذات صباح وجدنا الحرب تتخبأ في أسرتنا، تشاركنا المائدة وتسرق اللقمة من أفواهنا، وحين شبعت تكومت على أيامنا المقعدة. الحرب أسراب طيور مفزوعة تحلم بأعشاش لا تصلها أيدي الكبار، وربيع آمن. الكل يقتسم الأماني الصغرى هذه حين تعول صفارات الإنذار. الحرب أضراس متآكلة، ابتسامة متحجرة على وجوه النساء، وأعين لهفة تجوب حيطان البيوت والواجهات المحتشدة بلافتات النعي، تبحث ملدوغة بين كلماتها عن حبيب مضى، مسرنما بأحلام النصر إلى حتفه. الحرب راية البلاد التي اقشعرت لها أبداننا الصغيرة عند كل تحية علم، وقد غدت خرقة تضمد كبرياء نعوش تتسارع نحو مقبرة المدينة المدحورة. الحرب جرح نازف في جبين الأفق، تحفر فيه بيانات العسكر الملهمين، أسماء اندثرت تحت أكوام البزات الخاكية المجهولة. كثيرة هي النصوص، لكن ممكن أيضا أقول: الحرب فرح الجبان برصاصة أخطأته لتصيب رفيقه. أيضا هذه يعني قصيرة لكنها مهمة. الحرب فرح الجبان برصاصة أخطأته لتصيب رفيقه. طيب، عنوان هذا الديوان حرب تتعرى أمام نافذتي، أي حرب هنا تقصدين؟ ما أنا أقصد كل هذه الحروب لأنها استعارات لحروب بشكل عام. بشكل عام. مثلا وهي مشاهد جاءت يعني بشكل، مثلا أقول: الحرب سم متقطر من البيانات العسكرية، نرتشفه على عجل مع قهوة الصباح، ونقيئه عند أول إشارة مرور تلتقط فيها أنفاسها، عربة تنوء بنعش فارغ،
التف بحرص براية البلاد. النهاية قادمة، نقرأ الفاتحة ونمسح وجوهنا بخوفنا. أنا تحدثت عن كل أنواع الحرب مثلا. هنالك ألم، نعم، ألم، ألم، لأننا عشنا ألم هذه جدا الحروب. واضح. ألم. مثلا تحدثت عن حرب المخلص، قلت الحرب قصة سجانين عاشقين دونا ذكرياتهما الرومانسية على جلود المعتقلين في مفكرة أبو غريب. خلفا طفلا أشقر وذاكرة سوداء لأجيال ترمم أجسادها المغتصبة على إيقاع صمت العالم. الحرب عبير التي قتلها الأمريكان. الحرب عبير اسم فتاة قتلها الجنود الأمريكان هي وأسرتها بعد أن قاموا باغتصابها وحرقها في العراق عام 2006، وبعد ذلك ذهبوا لتناول الدجاج المشوي. فأنا أقول الحرب عبير، اسم عبر سهوا في مفكرة الوطن البليد. 15 قمرا انخسفت ليلة تدجج الظلام بمشعل حريته. نكهة الموت لها عطر جسدها الفتي المتفحم. 5 جنود مأزومين خرجوا من منزلها مهرولين صوب أول مطعم كنتاكي في بغداد المحررة. الشواء يلذ على شواطئ دجلة الغريق بدماء بنيه. يعني كثيرة. الله. جميل، وفي جميل جدا. النهاية فقط يعني نعم. لكي أقول إن هناك حرب بين الأشخاص أنفسهم، بيننا كعلاقات اجتماعية، أيضا هي حرب يعني يجب أن نتنبه إليها. نعم، فأقول يعني اسمحي لي نعم، نعم، بكل تأكيد. أقول تأكيد. الحرب لحظة. الحرب عينان بنلوبيتان نسبة إلى بنلوبي في الأسطورة، ملتاعتان، ووجه يسيل ندما. يوليسيس عاد ظافرا لكنه سواه. الحرب رجلان وامرأة يقتسمون سريرا وسرا. الحرب رجلان وامرأة يقتسمون الثلاثة سريرا وسرا، وسكين ينام مفتوح العين بينهم كل ليلة. الحرب عاشقان وشك يفترس ببطء ثقة مثقبة بالغيرة. الحرب وجهان يلتقيان صدفة فتشتعل بينهما ذاكرة سوداء ورغبة مجنونة لافتعال شجار. الحرب أيضا رجل وامرأة حوارهما الأوحد منذ زمن بعيد تحية الصباح. في المساء يهبان أجمل ما لديهما لسواهما في الأحلام. هذه أيضا من أنواع الحروب. ما روعك، ما شكرا روعك، عزيزتي. وما أجمل هذا الإلقاء الجميل. شكرا ما روعك. عزيزتي. شكرا. هنالك بيت من الشعر مهم. تقولين فيه: نكاد أو نكاد عفوا تكاد تصغي لأنين الأرض يعلو نعم. كلما هممنا مم. آه، نعم. بقب. يعني ربما تحدثت هنا عن الطفولة، أو تحدثت من خلاله آه، عن هذا العالم الجميل. أي من أحلام الطفولة لديك قتل؟ يعني أنت الآن بين يديك أكاليل من النجاح، وأيضا على مفرقك طوق الياسمين والتفوق، ولكن هذا البيت ربما تحدثت عن حلم تجذر في قلب مهم. الطفولة. ما هو هذا الحلم؟ هل أعتقد وجدتيه؟ أول نعم، هذه الأحلام أن تنجحي في بلدك، لا جميل. في في بلاد الآخرين. أنت يعني لا تعرفين حجم الألم عندما يعني ينجح المرء ويتلفت ولا أحد من حوله يقاسمه هذا النجاح وثمرة جهوده. الجذور التي يعني تقطعت بإرادتنا نحن الذين خرجنا، نعم، يعني نسقيها ونرويها بعذابنا بألمنا لكي تدوم، لكي لا يعني تغيب هذه الجذور. نحن نراعي في كل يوم نعيد انتمائنا، نجدد انتمائنا إلى وطننا أوطاننا. لهذا نعم، هناك يعني ألم كبير. وكما قلت فكرة أن نبتعد عن من نحب
الابتعاد عن الأسرة، عن الوالدة، الوالد، الأخوات، الأخوة. نحن أسرة كبيرة، 10 أشقاء وشقيقات. إن شاء الله. فأنا كنت، نعم، حماهم الله جميعا. فطبعا الوالدان رحلا، لكن أقصد أن فكرة أني خرجت، لم أخرج راغدة، خرجت وأنا في أقصى لحظات الألم، ومضيت الطريق من بغداد إلى عمان في السيارات، لأن كان يعني ممنوع الطيران. قضيته أبكي ولا أستطيع أن ألتفت إلى الوراء، لأني لو التفت لعدت. يعني هنالك معاناة كبيرة، وهي ليست معاناتي أنا لوحدي، بل معاناة يعني ملايين من العراقيين هل والعرب نعم. هل تحميك مملكة الشعر من شعور الغربة؟ إلى حد ما نعم، لأنها تخلق عزاء. الشعر برغم كل شيء، مع أن هناك من يقول، وهو قول تجاري محض، يعني نعم. يعتمد البست سيلر، أن الآن زمن هو زمن الرواية وإلى آخره. الشعر يبقى. الشعر منذ قلقامش وانخدوانا والشاعرة الإغريقية سافو وسواها، الشعر يبقى وسيبقى هو يعني أبو الأجناس الأدبية الأخرى هل كلها. تكتبك القصيدة؟ أنا لا أفتعل أي شيء. أولا أنا لأن لدي انشغالات كثيرة، فلا نعم. أكتب. لو كنت أريد يعني أتعمد الكتابة، لكان لدي الآن عشرات الدواوين، هل لكن هناك؟ نعم. أكتب فقط عندما أشعر أن يدي تتحرك تجرني ولدي كثير مما لم أنشره بعد، وسأنشره جميل. كما أرجو. جميل. نعم. جميل. جميل جدا. طيب، سأقرأ على نعم. حضرتك هذه الأسماء، وأريد أن تحدثيني ولو بشكل سريع، نعم. إجابات سريعة. ماذا تعني نعم. لك هذه الأسماء؟ أولا مم. غرناطة. مم. مم. غرناطة، طبعا يعني تاريخيا نحن تعلمنا أن غرناطة، أولا من طرح السؤال لو سمحتي؟ أنا. هذا أنت، السؤال. حسنا، هذا نعم. جميل. غرناطة نعم. كما نعرف أنها آخر معقل للحضارة العربية الإسلامية هناك في إسبانيا، ومع أن يعني العرب والمسلمون بقوا هناك، لم يتبخروا طبعا، لم يتلاشوا، لكن كقوة وكسلطة مستقلة عن بقية شبه الجزيرة الإبرية، يعني كانت في عام 1492. لهذا في الذاكرة يعني لها مكانة خاصة. لكن أنا أحاول أن أفهم كل التراث العربي الإسلامي الأندلسي، طبعا لأن التراث في الأندلس إسلامي عربي وبربري، ويعني هناك أقوام آخرون سموا فيه، لكن الحضارة هي حضارة عربية بطبيعة الحال. أحاول أن أعقلن الأشياء. هذا التراث ينتمي لنا وللإسبان، والإسبان يعني أثناء فترة دكتاتورية فرانكو لم يكونوا يعني حتى يسمحون بدراسة هذه المرحلة التاريخية التي 8 قرون، ينتقلون فورا إلى مرحلة الاسترداد التي هي الحروب التي شنها الملكان الكاثوليكيان. لهذا بعد الديمقراطية بدأت إسبانيا تتلمس تاريخها وتستحضر إرثها، فبدأت باستعادة هذا الإرث المشترك بيننا وبينهم. وأنا يعني أريد أن ألفت النظر إلى هذه المسألة. هناك نظرة قديمة سواء من خلال اليمين الإسباني لتراث الأندلس، ونظرة أيضا قديمة من خلال المنطقة العربية لتراث الأندلس. نحن كلنا في حاجة إلى تغيير منظورنا إلى هذا التراث المشترك لنعليه وليكون جسرا للتفاهم. شكرا. جميل جدا. طيب، الاسم الثاني جيفارا. جيفارا. أنا نعم. كنت من أنت أيضا يا أنا وسام؟ أيضا. نعم، هذه الأسئلة كلها لي. نعم، نعم، نعم. نعم. أنا كنت طبعا، لو سألت شخصا من اليمين لقال لك إنه إرهابي. طبعا هذه يعني الآن تسميات اختلفت، لكن جيفارا هو ثائر، وتربينا على تراثه هو وتاريخ الثورات في أمريكا اللاتينية. وأنا كنت في الثانوية عندما كنت أستمع وأحفظ أغنيات الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، ومن بينها جيفارا مات، آخر خبر في الراديوهات،
نعم. وأتغنى بها، وهو يبقى رمز كبير لثائر لم أثر على تغره كتاباتك؟ أثر على كتابات بشكل أو باهر عبد بآخر، الملك؟ دخل في وعي طبعا، ويعني نعم. نقول أن فيكتور خارا تشرب أو في جارة. كتابات باهر نعم عبد نعم اللطيف، نعم. تشرب. نعم. لأقول لك شيئا، يعني تراث الشيخ إمام أحمد فؤاد نجم أنا تملكني في فترة من حياتي، وكنت أحفظ كل ما يقوله أحمد فؤاد نجم وما يغنيه الشيخ إمام. ولهذا مثل ما كنت أحفظ وما زلت أبيات للمتنبي، للبحتري، أحفظ لهؤلاء. وأيضا جبارة له يعني فضيلة أنه كان وزيرا ولكنه تنازل عن الوزارة. كان وزيرا للصناعة في الثورة الكوبية لكنه تنازل وذهب ليقاتل مع الثوار. من يفعلها في أيامنا هذه؟ من؟ صحيح. طيب الاسم الآخر وهو نزار قباني. لأقول نزار قباني شاعر كبير، غنائي كبير نعم. ومعروف هذا. وأنا ربما في فترة قصيرة قرأت أعماله كلها، ولكني نعم. تجاوزته سريعا، ربما لماذا؟ لأن وعي يعني كان أكبر من الغنائية هذه. يعني نعم. أنا أحب ولكن الغنائية ليس كل شعر غنائي. ليس كل شعر تقريبا غنائي. نعم. تقريبا. يعني حتى أنا ضد مسألة الطرح. هو طبعا نبه إلى الأنثى وإلى المرأة وإلى نبه إلى كثير من القضايا الاجتماعية يعني نعم. حتى، لكن وجدت أن مقتربه ليس هو مقتربي، يعني أو المقاربة مختلفة. فلهذا أنا أشعر أني تجاوزته سريعا إلى شعراء آخرين انتميت إليهم. شكرا. شكرا على لكن هذه هذا لا الإجابات يمنع الجميلة. أن الأغاني أشعاره الرائعة التي غناها نعم. تحديدا كاظم الساهر من الروائع التي تطرب وتنعش القلب. بالتأكيد. بالتأكيد خلدت من خلال أغاني طبعا طبعا طبعا، الفنان كاظم أنا الساهر. متأكدة من هذا. نعم. نعم. طيب ماذا أضافت النوافذ المعرفية الإسبانية لكِ وللكتابات التي صدرت سواء كانت شعرية أو نثرية؟ وإذا كانت هنالك قصيدة كتبتها باللغة الإسبانية فنتمنى أن نعرف ما محتوى هذه القصيدة. نعم. ال ال يعني المعارف دكتورة كارمن، يبدو أن المايك مفتوح. دكتورة كارمن. هي وضعت أغنية فيكتور جارا تالريكوردو أماندا. هذه أغنية رائعة نعم. رائعة، كنت أعطيها لتلامذتي وطلابي في جامعة بغداد. شكرا دكتورة كارمن على هذه التحية. شكرا. بالنسبة للثقافة الإسبانية فتحت لي أبوابا، يعني أبواب المعرفة على مصراعيها في كل المجالات، في مجال الأدب والثقافة والفنون والفلسفة والتاريخ والجغرافيا، في كل شيء، سواء على التراث الإسباني والثقافة الإسبانية أو ثقافة أمريكا اللاتينية من خلال اللغة الإسبانية، أو على تراثنا العربي في الأندلس. فأنا يعني حقيقة ممتنة لهذا القدر الذي هداني إلى دراسة اللغة الإسبانية، لأني كنت أحب كل فروع المعرفة، وأريد أن أدرس الفلسفة والصحافة والقضاء والقانون وكل شيء. لكن بعد ذلك فكرت في من اللغة الإسبانية، وكانت يعني لم يكن هنالك، نحن أول دفعة تخرجت في اللغة الإسبانية في نهاية في 79-80. أو لهذا أحمد الله كثيرا أني يعني دخلت هذا العالم، وقد استقبلني أيضا بكرم،
ولدي علاقات وطيدة مع مثقفين ومستعربين وكبار، واليوم من بينهم الدكتورة كارمن روث التي هي أستاذتي ومعلمتي وصديقتي. لهذا أنا مدينة بكثير، يعني بالكثير للثقافة الإسبانية. أيضا كتبت أشياء بالإسبانية كما قلت وترجمتها إلى العربية. وأحيانا، وهذا شيء غريب، أنا هل كتبت كتابة مم. مم. القصيدة باللغة الإسبانية التجربة أو التعامل مع هذه القصيدة يختلف عن كتابة القصيدة باللغة العربية، أم هنالك لا يوجد اختلاف أثناء الكتابة؟ نعم نعم، لأن لا شعوريا أنت تستحضرين المرجعيات الثقافية الإسبانية. ولأضرب نعم. على سبيل يعني على سبيل المثال، أضرب أي هذا نعم. المثل. أنا أردت أن أكتب رسائل شرقية إلى بورخس، لأني نعم. يعني مغرمة ببورخس وتعلمت منه الكثير فعندما أريد أن أكتب قصيدة عنه، بالتأكيد لابد لي من استحضار قرائن بالأدب، في الأدب الإسباني أو الأمريكي اللاتيني. فقلت الزمن كرة أرضية، لأني كتبتها أعتقد بالإسبانية أولا وبعد نعم. ذلك ترجمتها، أو يعني الزمن كرة أرضية تزيح غبار تواريخها حينا، ذاكرات فذة تصقلها مرايا ترينا وجوهنا المجرحة بالحنين لأزمنة سوانا، أحايين أخرى تتقاذفها أقدام فظة تهتك خرائطها وتبقي على تضاريس تعوي فيها أيامنا المخذولة بين تقاويم الآخرين. وهنا أستشهد ببيت شعري لشاعر له مرثية كبيرة هو خورخي مانريكيز من القرون الوسطى، يتحدث فيها عن رحيل والده الملك. يقول: كل زمان مضى كان أفضل من الحال. فأقول: كل زمان مضى كان أفضل، هكذا شاءت المقولة المستنفدة. زمني لم يأتي بعده، ما زلت أنتظره وأتلهى بظلال الكرة الأرضية المنقوشة بملايين الحروف المتوهجة الآن في عينيك المطفأتين. أنا أتحدث عن بورخس الأعمى. هل تحدث كم موت سأعيد قراءته قبل أن أقطع براريك المهذبة بأشعار الغرباء لأصل إلى زمني وأهتدي إليه. فإذا يعني هذه أجواء أنا نعم. استحضرت فيها شيء من التراث الإسباني لكي تكون نعم. يعني نعم. نعم. موجهة للقارئ إذا نقلت هذه الأجواء إلى القصيدة، لأنه الشاعر حينما يكتب بالتأكيد هو مم. يكتب من خلال الأجواء التي تحيط به، فهو لسان حال ذلك الواقع. بالتأكيد لا تستطيعين أن تنقلي الأجواء العربية وأنت تستحضرين كتابة قصيدة باللغة الإسبانية. نعم. نعم نعم، لكن أيضا أحيانا أفعل وأضع هوامش، يعني يجب أن نعم. لأني كتبت أشياء بالعربية وترجمتها للإسبانية وكنت مضطرة نعم. إلى إضاءة بعض الأشياء. و... أيهما أقرب إلى الروح، الكتابة باللغة الإسبانية أم إلى اللغة العربية حينما تكتبين قصيدة؟ تجدين أيهما الأقرب؟ أما هذا سؤال صعب. لا، أولا صحيح أنا أكتب باللغتين، لكن لا يمكن يعني خزيني من المفردات، من الصور، من نعم. الشعر بلغة الأم العربية، هذا بالتأكيد. نعم. ومع ذلك أنا لدي خزين، أعتقد بتواضع أقوله أن باللغة الإسبانية رائع وكبير وأعتز به. جميل. جميل جدا. طيب. يعني حقيقة أود أن نستمع لقصيدة حصريا لهذا الجمع الجميل، ربما لم تنشر، أو قصيدة هي لسان حال أستاذة باهرة عبد اللطيف، وهي تتحدث بكل شفافية في هذه القصيدة عن روح، ربما هي هذه الروح تلامس الواقع الذي يمس المرأة العربية وطموحات هذه المرأة. ماذا ستقولين له؟ نعم. آه، أخشى أن تكون إجابتي يعني ليست هي التي تطمحين إليها. أنا عندما أتحدث ممكن أضع عنوان القصيدة للرجل، ولكن يعني بها المرأة، لأني كما قلت ممكن. أتحدث عن الإنسان. لهذا نعم. مثلا في واحدة من يعني نصوصي أنا أتحدث عن المثقف الذي نعم. هو امرأة أو رجل. أقول: في ضوء النهار يرتق جروحه بأنات، وفي الليل يعمل
مقص وعيه في لحمه. أنا أشعر بهذا، أشعر يعني جدا. أو في واحدة أخرى أتحدث مثلا عن في المرآة، أتحدث عن نساء ليست بالضرورة تجربتي، أقول المعطف الخاكي يترنح خاويا من صاحبه، أيضا هذه إشارة إلى الحروب. حزنا على شتاء لن يعود، القميص المخلوع على عجل يتكوم متهالكا على مقعد قديم، يستجدي دفء الغائب. في المرآة عينا امرأته تحدق إليهما كل الوقت وتنتحب. نص آخر مثلا، ما أروعك. نعم. هذا مهنة قديمة. هناك شارع في مدريد معروف عريق، شارع يعني للبغاء. فقدر لي أن أعمل ماستر في دراسات الهجرة في مكان، يعني كان علي أن أخترق هذا الشارع كل يوم. فكنت أذهل لأن كانت هناك فتيات صغيرات من كل الجنسيات، ونساء يعني بلغن هرمات، لكنهن مضطرات لممارسة هذه المهنة القديمة. اسم الشارع مونتيرا. أقول مهنة قديمة. اصطففنا معا في شارع مونتيرا العريق شقراوات وسمراوات، زنجيات وخلاسيات، متآخيات متنافرات، يقتسمن شمسا خريفية محايدة، وضجرا عريقا، وإصرارا على التقاط زبون فر من وقاره. لا أعرف إذا وصلت الفكرة. هي لقطة. نعم نعم، وصلت نعم. الفكرة. أحسنت أحسنت. أيضا سأقول لك نصا آخر. نعم. أعتقد أني كنت قد وعدتك به. هذا نص أتحدث فيه عن إسبانيا. أيضا كنت لأني يعني أتنقل كثيرا بالقطارات، فأقول في المسافة ما بين محطتين تحدث أشياء كثيرة. في عربة القطار رجل يتناوم، وامرأة تحاول عبثا أن توقظ اهتمامه، فتاة ترخي تعبها على كتف حبيبها، طفل يلح في السؤال، وأم تسرح عنه بنظرة متحسرة، عجوز لا تكف عن الثرثرة لأن لسانها هو الوحيد الذي لا يؤلمها، كما تعلن ضاحكة. مثليان يتلامسان خلسة ويتباعدان، الكل منشغل بقصته عن حكاية الفيلم الذي تعرضه شاشات القطار المتدلية كالخفافيش من سقوف العربات. تفر القرى من خلف الزجاج وتصغر القامات، والقطار المتعب يعدو لاهثا، تصر مفاصله من وجع الراكبين ليصل بلا شكوى إلى منزله. يتفرق الراكبون السائمون من تطاول المسافات، تضيع آثارهم بين الجموع، لا أحد يلتفت إلى بطلة الفيلم التي انتحرت في حادث قطار. الله، ما أروعك وما أجمل هذا الإلقاء. حقيقة أشكركم. العالمين أتمنى أن لا ينتهي هذا اللقاء، ولكننا وعدتك نعم بأن تكون الوقت ساعة، نعم ولدي نعم بقي سؤال واحد نعم. واحد ونختم هذه الأمسية البهية الزاهية. نعم. حقيقة أنا جدا سعيدة جدا وأنا أستمع لهذا الشعر الجميل وهذا شكرا الإلقاء لك لي. المائز، الذي ربما ليس فقط هذا شعور وشعور من كان معنا أيضا من شكرا. الأساتذة والأستاذات الذين شكرا. انضموا للاستماع لمبدعة هذه الليلة باهرة عبد اللطيف. سؤالي الأخير: ماذا يعني لك تأسيس رابطة الدفاع عن اللغة العربية؟ و... ممتاز. وما أيضا هذا سؤالي، وحضرتك رئيسة لجنة الاستعراف فيها، ماذا تنتظرين من هذه الرابطة؟ وما هي الآمال التي ترنو لرابطة الدفاع عن اللغة، الرابطة العالمية للدفاع عن اللغة العربية؟
شكرا جزيلا لك على هذا السؤال، لأنه يعني طرح علي من قبل بعض الصديقات والأصدقاء، وأستغل وأستثمر هذه الفرصة لكي أتحدث قليلا عن رابطة الدفاع، الرابطة العالمية للدفاع عن اللغة العربية، والتي بادر يعني بكرمه المشهود الدكتور علي الخالدي إلى دعوتنا، وبادر هو إلى تأسيسها ودعاني متكرما. وأنا يعني شعرت بأهمية هذا النوع من العمل الجماعي، لأن ما ينقص ربما العراق وكل بلادنا العربية هو روح الفريق. قليلا ما نعمل بروح الفريق، نحن كلنا نعمل بجهود فردية. لهذا في النهاية لا النتائج تكون أيضا فردية يحصدها الفرد، لكن ربما اللحظة حانت لكي نعمل بجهود جماعية. ومن خلال هذه الرابطة نحن نشعر أن لغتنا مهددة، اللغة العربية، ونحن نعرف في العراق الذي هو مهد اللغة العربية والقواعد والصرف والنحو والشعر وبلد المتنبي، وجدنا أن اللغة العربية يعني حط من قيمتها، ولم يعد هناك من يحميها ولا هناك من يأبه لها إلا على مستوى الأفراد وعلى مستوى هيئات صغيرة. أما على المستوى الرسمي فأعتقد أن هنالك حاجة ماسة إلى العناية بها، ولا بد لكل هذا الإرث الذي يحمله العرب أن يديموه، ليس فقط أن نتغنى بالماضي. الماضي خسرناه جميعا، علينا أن نبني المستقبل، وبناء المستقبل ويبدأ من بناء الحاضر، وبناء الحاضر يبدأ من الهوية. هويتنا هي العربية، واللغة هي التي تعطي الشعوب هويتها. لهذا علينا أن يعني نهتم بها. وأنا دعيت من خلال اختصاصي، لأن صحيح أنا درست أيضا اللغة العربية، لكن اختصاصي الأساس هو اللغة الإسبانية والترجمة الفورية والتحريرية وأدب أمريكا اللاتينية، يعني لدي عدة اختصاصات. لكن وجدت أن بإمكاني أن أكون حلقة وصل أو همزة وصل بين الرابطة العالمية التي تضم نخبة من خيرة الأساتذة الكرام والمثقفين والمثقفات والأدباء والأديبات العرب. ممكن أكون همزة وتوصل أنا ومعي الأستاذ عبد الوهاب التونسي ودكاترة ومتخصصون آخرون والدكتورة كارمن رويث المستعربة الكبيرة. ممكن أن نكون همزة وصل وقنطرة حضارية بين اللغة العربية واللغات الأخرى، بين التراث العربي وما ننتجه كشعوب حيوية مع الغرب. وأنا اخترت أن أكون مسؤولة عن لجنة الاستعراب والاستشراق، لأن الاستعراب الإسباني له فضل أنه يعني خرج عن مسار الاستشراق التقليدي الذي كان مناوئا لآمالنا وطموحاتنا، وعمل في معظمه، لا أقول في كله، في جله كان مناوئا لآمالنا وتطلعاتنا كشعوب في المنطقة العربية. لهذا أتمنى إذا كان هنالك من يود الانتماء والانضمام إلى الرابطة فهذه هي الفرصة متاحة، ومن يريد الانضمام إلى لجنة الاستعراب والاستشراق فأيضا الفرصة متاحة. لكن المهم أن تكون هناك نية العمل الجماعي، لا نبحث عن مجد ولا نبحث لأننا شعوب معذبة، ولا مجال أصلا لأي مجد شخصي. شكرا جزيلا. أحسنتي أستاذة باهرة على شكرا. هذه الدعوة الكريمة. وأنا أيضا أدعو جميع الأساتذة وأستاذات اللغة العربية للانضمام تحت لواء هذه الرابطة العالمية للدفاع عن اللغة العربية. نحن أبناء هذه اللغة وعشاق هذه اللغة، ينبغي أن نتكاتف جميعنا على أن نعلي شأن هذه اللغة وجماليات هذه اللغة. لعل هذه الأمثلة خير مثال على إعطاء جمالية من جماليات هذه اللغة من خلال هذا الحوار وهذه الرؤى الإبداعية مع شخصية إبداعية. حقيقة أنا كنت شكرا سعيدة لك. جدا أن أكون محاورة لك، وإن كنت لا أعمل، يعني لم أكن صحفية في يوم ما ولم أعمل في الإعلام، ولكنني كنت إذن يعني معك صديقة وزميلة في هذا دعيني الحوار. أرجو أن دعيني
دعيني أشكرك من قلبي لأنك حقيقة أدرت الحوار لأنك ناقدة أصلا شكرا. وأكاديمية رائعة ولديك كتب ومؤلفات، فأنت لست محاورة تقليدية ولا يعني اعتيادية، لهذا فقد وضعت أصابعك على نقاط أساسية في عملي الشعري. أشكركم جميعا. لا أدري إذا كان هناك من يود السؤال توجيه سؤال آخر من الجمهور، نعم. لأن لدينا 8 دقائق أعتقد. نعم. نعم. إذا نترك الآن المجال للأساتذة. نعم. نعم، معي والدي الأستاذ الدكتور علي الخالدي. أهلا نعم. ومرحبا. مساء الخير. مساء الأنوار. الأنوار، مساء الخيرات. أهلا دكتور علي. أنا في غاية السعادة أن أستمع إلى هذه الحوارية الشعرية الأدبية العربية الإسبانية، وأتوجه بالشكر للحاضرين جميعا على حسن الإصغاء إلى الأستاذة الشاعرة الكاتبة المترجمة الأستاذة باهرة عبد اللطيف، وإلى ابنتي الدكتورة وسام التي أدارت الحوار بهذه الشفافية مع نعم. شاعرة شفافة جميلة أصيلة، عربية وعراقية أصيلة. أنا مع كل ما تفضلت به الأستاذة باهرة، ولكن هنالك خلاف بسيط أختلف معها في قضية لا فرق بين المرأة والرجل. نعم في الحقوق، نعم، ولكن في الإبداع هناك مياسم، هنالك فرق شاسع كبير بين المرأة والرجل. وأقول على مدى التاريخ العربي أن الأدب النسوي هو مقموع. لا تستطيع المرأة أن تعبر عن وجدانها، عن مشاعرها بحرية في كل تاريخ الأدب العربي، صحيح. من الجاهلية حتى بعد الإسلام إلى وقت الراهن. ودليل ذلك، الدليل أنها لا تستطيع أن تعلن عن الرجل، اسم الرجل في قصيدتها، بينما الشعراء العشاق ليلى وبثينة وعزة نعم صحيح. وعفراء. فلذلك أقول أن هذا القمع للأدب النسوي قد منحها فرصة للترميز. يعني يأتي الرجل في قصيدة المرأة الشاعرة برمز البحر، القمر، لا تستطيع أن تذكر اسمه. هذا جانب. الجانب الآخر، هنالك حتى في الوقت الراهن يعني ناسك الملائكة امرأة مثقفة وعازفة يعني على الجيتار، وكانت في الولايات المتحدة الأمريكية، لم تستطع أن تذكر اسم المعشوق نعم إطلاقا. صحيح. هذا صحيح. هذا واحد. الشاعرة فطينة النائب، وأنا قد تخصصت في الماجستير عن الشعر النسوي. الشعر النسوي نعم. في العراق، مضامينه وخصائصه الفنية من الحرب العالمية الثانية إلى ثورة 14 تموز. قابلت هذه الشاعرة ممتاز. في أكثر دواوين الأستاذة فطينة النائب فطينة. إنها تخاطب الرجل وتعني به المرأة. وقلت لها أستاذة فطينة لماذا يأتي الكاف، كاف الخطاب، مفتوحا دائما؟ قالت يا أخي يا ولدي لو كسرت الكاف لانكسر ظهري، لكسروا ظهري. طبعا. طبعا. أقول إن المرأة أدبها الخاص، والمرأة في الشعر يجب أن لا تسترجل، يعني تكتب بلسان الرجل، تكتب بلسان المرأة. ممكن أرد يا دكتور علي؟ أن المرأة تبقى امرأة في شعرها ممكن. وليست. نعم. تفضل. فهمت. لا. لو لذلك سمحت. هذا خلاف بسيط بيني وبينك. لا هناك يفسد فرق. لي الود قضية. لا تقلق. نعم تفضلي. تفضلي. شكرا جزيلا لك دكتور علي، وأنت يعني أستاذي ومعلمي بالتأكيد، وأشكرك لأني لم أكن أعرف أن أطروحتك للماجستير كانت عن الأدب النسوي. أنا لدي دراسات عن الأدب النسوي بالإسبانية، وكتبت هذا وقلت طبعا الأدب النسوي له خصائصه وميزاته وله ظروفه وشروطه وقيوده وتابوهاته طبعا. وللسنوات أنا يعني من ضمن ما لاحظته أننا نقرأ في الأدب الجاهلي مثلا عشرات الشعراء
ولا ثم بعد ذلك عندما ننتقل إلى النساء لا نقرأ سوى للخنساء مثلا ورثائها في أخيها الصخر وإلى آخره. أقصد أن النساء كن مقصيات، لأن لا بد أن تكون البيئة العربية في الجاهلية يعني بيئة شعر للرجال والنساء، أنا متأكدة من هذا. وفجأة عثرت على معجم للنساء الشواعر قبل في الجاهلية وفي صدر الإسلام، لا أتذكر الآن اسمه لأنه هذا منذ زمن، صدر في التسعينات ربما في عام 1999 لدكتور محمود مهنا أو شيء من هذا القبيل، عذرا لا أتذكر، لكنه وجد عثر يعني وثق لأكثر من 500 شاعرة في الجاهلية وصدر الإسلام. ربما البعض منهن كان لديها قصيدة واحدة، لكن نحن نحفظ يعني كثير من شعراء اليتيمة وإلى آخره، فلماذا النساء غير موجودات؟ أنا هذا تساؤلي باستمرار. لكن أيضا أشعر، أنا أعتبر نفسي التابوهات التي أفرضها على نفسي قليلة جدا، قليلة، لأني يعني خرجت من الحاضنة الاجتماعية التقليدية. بالرغم من هذا أنا أفكر في كيفية ذهاب نصوصي إلى أهلي، إلى ناسي، ليعرفوا ماذا أفعل ولأوصل رسائلي. أنا من الذين يؤمنون بالمساواة الكاملة بين الرجال والنساء، ما يسمى ليس على نمط النسويات الغربيات، وإنما ما يسمى بالمساواة ضمن الاختلاف، أي أن هناك اختلاف لكل من المرأة والرجل، خصائص ومزايا وكل منهما يكمل الآخر، لكن في مسألة الحقوق والواجبات الكل سواسية. هذا هو مبدئي. فأنا يعني لست مختلفة مع ما ذكرته حضرتك. طبعا أنا لدي صوتي الذي أكتب به، أنا لا أكتب كما يكتب الرجل العراقي، لكن هذا لا يمنع أني أحيانا عندما أقول في مقطع مثلا من منشور الألم، أنا لا أعرف هذه المهدي في وقتها الشهيد الذي قتل في العراق بكاتم الصوت، لكني هزتني المسألة فقلت: صوت من آخر قبر طري يناديه كل ليلة، طعم الموت يلاحق أيامك، تعوجت أسنانك وهي تعض الأيام بحثا عن لقمة دارت طويلا في بطون الآخرين قبل أن تصل إلى فمك. أنت النهر الذي ضل مجراه، وأنت المجرى الذي فارق أرضه. إلى أين تعدو كل العمر؟ انشب أظفار قتلاك في الذاكرة، عل الغضب النافر يفصد معه الخذلان، عل الألم الدافق يعيد إليك بعض بقايا الإنسان. أعصر جمرة الحياة، فالخوف لحظة آيلة إلى زوال، والعار أبدية شاسعة. أنا بالنسبة لي كتبت هذا النص، وكتبت نصا آخر لا يقل يعني حزنا عن امرأة أيضا مناضلة تم تصفيتها. ففي هذه اللحظات أنا لا أتذكر أني امرأة، وهذا واجبي أن أتحدث بصوت الإنسان. هذا ما عنيته، أن نتحسس ألم الآخر بغض النظر عن كونه رجلا أم امرأة. أما في لحظة الكتابة فبالتأكيد أنا لدي لكن مشاعر. هذا الفيض من الحزن، هذا الفيض من الحزن على المهدي لا تقوله إلا امرأة. يعني الرجل له حزنه الخاص، ممكن ولهذا أنا أقول الخاصة. نعم، أنا أقول المرأة لها، أنا لا أستطيع يعني أن أتخلى عن مشاعري كامرأة. طبعا هذا الكلام صحيح. طبعا أنا يعني هو فقط هذه النقطة طبعا لأنه لكن نازك أنا الملائكة دكتورة، نعم. نازك الملائكة رفضت أن يكون للمرأة أدب خاص، وأنا أختلف معها وفندت هذا الرأي بأدب الطالب الذي يتطلع إلى الحقيقة في رسالتي للماجستير. صحيح. للمرأة أدب وللرجل أدبه. صحيح. وأيضا يعني لا ننسى معاناة المرأة مختلفة عن معاناة الرجل، فكل ينطلق من ذخيرته النفسية المعرفية الاجتماعية، فلا بد أن تكون هناك اختلافات طبعا. شكرا لك. شكرا دكتور. شكرا جزيلا. بالتأكيد يعني مسألة الإبداع هذه مسألة للرجل إبداعه وللمرأة أيضا إبداعها، وكل ينطلق من حيثيات أو من روافد ثقافية لذلك المجتمع وهو يعبر عن ذلك. بالتأكيد فهو لسان يمثل هذه البيئة التي هو يحاول أن يعبر عنها شعرا أو نثرا. نعم، إذا كانت هنالك مداخلة أخرى وباختصار.
هناك سؤال وجه لي الآن. ما عنوان الرسالة؟ عنوان الرسالة: الشعر النسوي في العراق، مضامينه وخصائصه الفنية من الحرب العالمية الثانية حتى ثورة 14 تموز 58. هذا عنوان رسالتي. درست فيها أكثر من 20 شاعرة عراقية، في مقدمتهن كانت نازك الملائكة ولميع عباس عمارة وصبرية الحسو وفطينة النائب وسهام قنديلشي ممتاز. أكدت في هذه الرسالة على أن للمرأة أدب خاص يتمثل في صوتها وفي مشاعرها. ومن قول لميع عباس عمارة: هل هنالك رجل يقول هكذا: تمتص قبلته روحي على شفتي فتستحيل روحي إلى خيوطك التاني. هاي امرأة، وليس الرجل لا يقول ذلك، مع أنها لا تبوح باسم معشوقها، لا لميعة ولا نازك ولا حتى ولا الرجال الآن بالمناسبة، لأن الضغط الاجتماعي وصل إلى حتى الرجل لا يجرؤ يعني. لا، الرجال يصرحون، المجتمع معهم، الدين معهم، التقاليد معهم، المجتمع ذكوري يستطيع أن يصرح. مجتمع ذكوري، لكنه أيضا هل يعني القيود بدأت تتضاعف بشكل حتى التفت على عنق الرجل أيضا. أنا صحيح. هذا رأيي. صحيح. نعم صحيح. شكرا على كل حال. إذا شكرا لك دكتور جزيلا. إذا كانت هنالك مداخلة أخرى وباختصار لو سمحتم مع ضيفتنا الجميلة والمبدعة أستاذة باهر عبد اللطيف، التي أمتعتنا كثيرا ونحن نستمع لهذا الصوت الجميل والهادئ حينما تلقي على مسامعنا هذه الأشعار. حقيقة أنا طفت معك إلى عالم آخر. دكتورة وسام بابا، أحب يعني أوجه الشكر إلى الأستاذ عبد الوهاب التونسي الذي يرفد الرابطة بإبداعه وبجهوده، تحية خاصة له بالتأكيد، كثير من وقته لنا ويسجل، فهو أحد منارات هذه الرابطة وأعمدتها وأوتادها الراسخة. شكرا له باسم الهيئة التأسيسية للرابطة. شكرا لك دكتور. شكرا وشكرا للأخوة الجميع. ونحن الآن دائما في أتم الاستعداد لخدمة قضيتنا الحضارة العربية، وبالأخص هنا اللغة العربية. ألف شكر لكم. شكرا جزيلا. بارك الله شكرا جزيلا. عزيزتي دكتورة وسام، ممكن كلمة أخيرة أوجهها؟ عفوا أستاذة، هناك يد مرفوعة. الأستاذة مي مظفر. غاليتي الأستاذة مي، تفضلي. أهلا وسهلا بأستاذتنا المبدعة أستاذة مي، أهلا وسهلا، نورتينا، تفضلي. إن شاء الله ستكون هنالك أمسية خاصة مع المبدعة مي المظفر قريبا جدا إن شاء الله. نحن نعد لها أمسية تليق بها إن شاء الله. شكرا جزيلا. وأولا مساء الخير لكل الحضور. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. دكتورة كارمن بشكل خاص. وطبعا أحب، ما أدري، أنا لا أعرف، قد تكون شهادتي يعني غير مقبولة، لأني حين أستمع إلى الباهرة دائما أسميها، فأتمنى أنه يستمر كل يعني أستمع إليها كأني أمتص كلماتها امتصاص، لأني ودائما أعجب بالطريقة التي تلقي بها بحيوية وتوصل المعلومة أو المشاعر بطريقة جميلة جدا، فكنت أتمنى أنه لا تنتهي أبدا. وطبعا أنا يعني مواكبة لأعمالها ولشخصها، وأعتقد يعني إحنا من الشخصيات التي نعتز بها جدا، وهي فخر لنا جميعا. شكرا على هذه الأمسية الجميلة، وشكرا على هذه اللقاءات المتواصلة، وهنيكم على هذا الإنجاز الجميل. شكرا جزيلا. شكرا عزيزتي الغالية. اسمحي لي دكتورة وسام الحبيبة،
أستاذتي وصديقتي ومعلمتي الأديبة الرائعة، الشاعرة، الكاتبة، المترجمة، الناقدة، المبدعة في كل ما تفعل، الأستاذة مي مظفر. أشكرك وأشكر حضورك، وأنا سعيدة بك. ونحن نعد من خلال الرابطة، أنا مع الدكتورة وسام، إن شاء الله ستكون بعد العيد نهيئ الاحتفالية خاصة بك، لأنك جديرة بكل التكريم والاعتزاز، نموذجا رائعا ورائدا لنسائنا العراقيات الملهمات المبدعات. شكرا لك عزيزتي. نعم، نتشرف بكل مبدعات العراق والوطن العربي، وأن يكونوا هؤلاء النسوة يعني في ضيافة الرابطة العالمية للدفاع عن اللغة العربية. نحن نحتفي دائما بالإبداع، نحتفي بالمبدعين والمبدعات، وإن شاء الله ستكون هذه المنصة دائما لكل مبدع من العراق أو الوطن العربي أو العالم. شكرا جزيلا، وتشرفنا بحضورك أستاذة مي. أهلا وسهلا بك. نعم. كلمة أخيرة لو سمحتي لي فقط، يعني إذا نعم، كنت تفضلي. أولا جزيل الشكر لك عزيزتي على إتاحة هذه الفرصة، وكما قلت لإقناعي، لأني أبدا لم يعني الحمد لله أقنعتك. الحمد لله أقنعتك. لأني نعم، فهذه يعني أول مرة أنا أتحدث فيها عن شعري، ويعني هذه فرصة كانت جميلة تقاسمتها معكم. أشكر السادة الحضور والسيدات والصديقات والأصدقاء من العراق ومن البلاد العربية كافة ومن البلاد الأخرى ممن شرفونا بحضورهم هذا المساء. وأشكر الأستاذ عبد الوهاب التونسي بكرمه المعهود في يعني الإشراف على المنصة وتسجيلها. وأشكر كل من علق أو ربما أراد أن يضيف شيئا وأعتذر إن لم أرد على بعض أسئلتكم، لكن ستكون لدينا من خلال أنشطة الرابطة مناسبات أخرى نتحاور فيها. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا للجميع. وأريد أن أخص هنا حضور سعادة السفير جامعة الدول العربية الدكتور مالك. أهلا ومرحبا. دكتور مالك منذ البداية. أهلا ومرحبا. آسفة لم الأمسية. وأريد أن أوجه دعوة للجميع بأن أشخاص مثل الدكتور مالك في بدعمهم للغة العربية والثقافة العربية يعملون دائما لخدمة هذه القضية الكبيرة. ليست خدمة صغيرة، هي خدمة كبيرة جدا. وأنا كناشط في المجال الثقافي في إسبانيا مع الأستاذة باهرة وغيرهم من الأخوة نوجه هذا الشكر الخاص للدكتور مالك سعادة السفير. شكرا دكتور مالك. شكرا. الحديث. واسمحوا لي أن أوجه الشكر والترحيب الخاص بالجميع، وفي المقدمة بالدكتور مالك الطويل سفير المملكة الهاشمية في جامعة الدول العربية. الدكتور مالك سند كبير لهذه الرابطة، مؤازر، يقف معنا في كل منعطفاتنا، وهو يتابع الآن خطوة تسجيل الرابطة مع الأستاذة باهرة. فألف شكر إلى الدكتور مالك باسم الهيئة التأسيسية للرابطة العالمية للدفاع عن اللغة العربية. شكرا دكتور مالك، ونلتقي. لقد غبت عني كثيرا، قرابة شهر لم أستمع إلى صوتك ولا إلى حرفك أيها الحبيب. الصوت. العربي الأصيل. الدكتور مالك الصوت لم يصل. أهلا ومرحبا بك دكتور مالك سعادة السفير الجامعة العربية في مدريد، نصيرنا وسندنا. الصوت. الله يسعد مساءكم جميعا، وأشكركم على هذه الأمسية الجميلة، وأشكر الأستاذ عبد التونسي، وأشكر الأستاذنا الدكتور علي، وطبعا الشكر الخاص للدكتورة باهرة التي أبهرتنا بهذه الأمسية الجميلة. وأنا صدقا يعني أعتبر نفسي تلميذ من تلاميذكم، وأشعر بفخر عظيم بانتمائي إلى هذه العائلة. وبالتالي يعني
كل ما أسعى إليه، لأن بالفعل نؤسس رابطة وأن تكون مسجلة قانونيا ومعترف فيها عالميا وعربيا، لأن لغتنا العربية تستحق أن نخدمها مثل ما خدمت تاريخنا وثقافتنا وفكرنا. فيعني لا أستحق الشكر على ما أقوم به، لأنه هذا واجبي. جزيل الشكر دكتور، جزيل الشكر. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا. شكرا. الله معكم. الله معكم. شكرا جزيلا. مساءكم سعيد. شكرا. ننهي هنا الأمسية ونوقف التسجيل. نعم. الله معكم. شكرا دكتورة وسام، جزيل الشكر عزيزتي. شكرا جزيلا أستاذة باهرة. شكرا جزيلا أستاذ دكتور عبد الوهاب. شكرا جزيلا لهذا الحضور الجميل. كانت أمسية جميلة ورائعة حقا. إن شاء الله نلتقي في أماسي شعرية مبهرة كما أبهرتنا اليوم مبدعة هذه الليلة وقمر من أقمار بغداد التي هي الآن في أسبانيا، وننتظر عودتها إلى بيتها في بغداد ونجتمع بها إن شاء الله لتقدم لنا أمسية حضورية، وستكون جميع من في هذه المنصة بالتأكيد حاضر وبشغف للاستماع لصوت طاهرة عبد اللطيف وهو يرنو في قصائد في حب الوطن وفي حب العراق. لن أطيل عليكم كثيرا، وقد أتعبنا ضيفتنا في هذه الليلة. أقول لكم شكرا وتصبحون على ألف خير. إلى اللقاء. شكرا جزيلا لكم. تصبحون بكل الخير. شكرا جزيلا. شكرا. أرجو من حضراتكم كتابة الاسم الثلاثي واللقب العلمي وأيضا البلد على الشات لو سمحتم، حتى أستطيع إعداد هذه الشهادات لهذه الليلة وإرسالها لكم إن شاء الله بأقرب فرصة ممكنة. أرجو كتابة الآن حتى أستطيع تدوين هذه الأسماء بشكل صحيح. نعم. شكرا لكم جميعا.